شرف لي أن أتدخل باسم الفريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية لأتجاوب باسم الفريق مع ما سردتموه وما تدخلتم به السيد رئيس الحكومة المحترم حول موضوع كاد أن يكون الوحيد في عصرنا هذا، وهو الحوار الاجتماعي. نعم، الحوار الاجتماعي الذي بذلتم فيه جهدا غير مسبوق ليكون ثمرة اجتهاد هذه الحكومة. فالحوار الاجتماعي والذي نعتبره في الفريق الاستقلالي تمرينا ديمقراطيا يختبر الإرادة الجماعية والقدرة على التوافق حول أرضيات مشتركة لتلبية انتظارات المختلفة لأطراف الحوار في أفق تحقيق المجتمع التعادلي المبني على القيم الديمقراطية والتشاركية ببعدها الإنساني. لقد نجحتم السيد رئيس الحكومة المحترم في تنزيل العديد من الالتزامات المرتبطة بالبرنامج الحكومي من جهة، ومعالجة العديد من الإشكالات والإشكاليات الطارئة. لم تظلوا حبيسي الأزمات، لم تستكينوا للحلول السهلة التي فرضتها الظروف والسياقات المختلفة. والحقيقة سيد الرئيس، الحقيقة الواضحة للعيان هي أن الحكومة نجحت في تدبير زمن الحوار الاجتماعي، وانتصرت فيه للغة الحوار والحكمة والتبصر في معالجة مختلف الإشكاليات. وحق لنا القول أنه بعد مرور 2.5 من الولاية الحكومية لم يعد الحوار الاجتماعي مجرد تدبير شكلي للعلاقة بين الحكومة وشركائها، بل أضحى خيارا استراتيجيا ومقوما أساسيا من مقومات الدولة الاجتماعية، وأن الشغيلة أضحت شريكا أساسيا لإرساء السلم الاجتماعي وفي تعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، وفي بناء قطاعات أكثر إنتاجية وفعالية واقتصاد أكثر كفاءة. ولئن كانت قيمة المسار الحوار الاجتماعي تتمثل في قيمة نتائجه، فإن ما تحقق السيد رئيس الحكومة في نصف الولاية يعزز قناعتنا ويقوي إيماننا بقدرة هذه الحكومة على النهوض بأوضاع الشغيلة، خاصة وأننا أمام سابقة من نوعها في تاريخ الاتفاقات المنبثقة عن جولات الحوار الاجتماعي منذ انطلاقها سنة 1996، والتي لا تتجاوز إلى حدود اليوم 7 اتفاقات اجتماعية كبرى فقط، منها اتفاقين اجتماعيين كبيرين تمكنت هذه الحكومة من عقدهما مع الشركاء، وفي مدة لا تتجاوز 2.5. ونحن نتذكر كيف أن ولاية هذه الحكومة وأن ولاية بعض الحكومات استكملت من دون إنتاج أدنى اتفاق جماعي مع الفرقاء.
أجل حضرات السادة والسيدات، أقل من نصف ولاية تم خلالها تنزيل العديد من الإجراءات والتدابير التي سردتموها مشكورا سيد رئيس الحكومة، والتي تهم تحسين القدرة الشرائية للعاملين في القطاع العام والخاص من خلال الرفع من الحد الأدنى للأجور الصناعي والصماغ من الحد الأدنى للقطاع الفلاحي على التوالي ب20% و50% منذ مجيء هذه الحكومة، الرفع من قيمة التعويضات العائلية، توزيع الاستفادة من المعاش الشيخوخة لفائدة أجراء القطاع الخاص الغير مستوفين الشروط 3240 نهار وإلى 1300 يوم في الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الزيادة العامة في الأجور العاملين في القطاع العام الذين لم يستفيدوا، تخفيض ضريبة على الداخل، حذف السلم السابع بالنسبة للمساعدين التقنيين والإداريين، الرفع من الحصيص الترقي إلى 36%. هذه أردت أو أراد الفريق عمدا أن يكررها لإبراز المجهودات التي قامت بها هذه الحكومة. حضرات السادة والسيدات، إن إنجاح الأوراش المهيكلة لبلادنا في حماية الاجتماعية إلى جهوية متقدمة وخلق اقتصاد قوي وتنافسي متضامن وغيرها من الأهداف يتطلب تحقيق سلم اجتماعي، وما أحوزنا إلى سلم اجتماعي سيد رئيس الحكومة السادة الوزراء، سيما وأن بلادنا مقبلة على حدثين في كامل الأهمية، لذا أصبح السلم الاجتماعي شرط من شروط النجاح. كما لا أنسى وهو القانون الإضراب الذي لا زلنا ننتظر دعمكم واتخاذه ضمن أولويات حكومتكم سيد رئيس الحكومة. إن أريد إلا إصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله.